بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله يا باشمهندسين معانا النهاردة مع تاني فيديو لينا في البلاي ليست بتاعتنا اللي بتتكلم عن السيستم أناليسيس أند ديزاين، أو زي ما بنقول الانفورميشن سيستم أناليسيس أند ديزاين. طيب، أول حاجة كده تعالوا نفهم أصلا يعني إيه انفورميشن سيستم أناليسيس أند ديزاين. قال لك والله دي عبارة عن عملية معقدة. العملية المعقدة دي عملية تنظيمية، يعني هي العملية اللي بتنظم المهام بتاعتي إيه، بس بتبقى بصورة يعني مش أي حد يفهم العملية دي، أو مش أي حد يفهم شغالة إزاي. جميل جميل. طيب بنستعملها في ايه؟ بنستعملها والله دي ديفلوب اند مينتين كمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم. يعني احنا بنستعمل سيستم اناليسيس اند ديزاين علشان نبدا ان احنا نعمل حاجه من اتنين، يا اما نكريت كمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم يا اما نطوره. جميل. يا اما انا ما عنديش مثلا في الشركه دي كمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم فهبدا اعمله، يا اما انا عندي اوريدي سيستم بس مش احسن حاجه فهبدا اطوره. جميل جميل. طيب مين الناس اللي بتقدر تتعامل على الانفورميشن سيستم بتاعتي، او يعني اتنين ناس تقدر تعمل اناليز وديزاين؟ هم قال لك والله ان هم بيبقوا تيم من البيزنس اند سيستم بروفيشنالز. يعني مش اي حد بيقدر يتعامل، اي والله الناس اللي بتعمل كده الناس البروفيشنالز في الشغل، يعني الناس المحترفه، الناس اللي تقدر تطور. جميل. انا اكيد مش هجيب حد يطور لي السيستم بتاعي يكون حد اي كلام، اكيد حد فاهم، حد بروفيشنال عشان يقدر يطور ويعرف الاخطاء اللي عندي. جميل جميل. طيب نيجي بعد كده نحاول بقى نعرف الفروق اللي حصلت ما بين والله السيستم اناليسيس اند ديزاين من سنة 1950 لحد النظام اللي بدأوا يستعملوه في 2007، واللي بالمناسبة النظام اللي بدأوا يستعملوه في 2007 هو النظام المستعمل حتى الآن. جميل جميل. أو النظام المستعمل من 2007 يعني حتى الآن. طيب، أول حاجة والله قال لك في 1950 كان كل الناس بيحاولوا إنهم يحولوا الحاجات البروسيسنج اللي عندي أو العمليات اللي بتحصل بصورة أوتوماتيكلي. تمام. يعني كانوا بيحاولوا يعملوا اوتوميتنج للاكزيستنج بروسيس، يعني كان دلوقتي بيبقى في انظمه موجوده بالفعل الناس كلها كانت بتحاول انها تحولها بصوره اوتوماتيكلي. جميل جميل. طيب احنا قلنا ساعتها في 1950 لما كنا نتكلم عن لغات البرمجه او أي حد عدى على المرحله ديت فعارف ان 1950 دي ما كانش في حد بيستعمل غير الماشين لانجويج. جميل. ولما اتحدثت بقت الاسمبلي لانجوج النظام الاحسن شويه من الماشين لانجوج، فما كانش فيه اي معرفه بالهاي ليفل لانجوجز اللي احنا شايفينها دلوقتي. فكان كل الابلكيشنز وكل الطرق اللي معموله او كل البرامج اللي معموله كانت بتتعمل سواء بالاسمبلي لانجوج او بالايه بالماشين لانجوج. جميل جميل. نيجي بعد كده بقى في 1970 قال لك والله في 1970 الانظمه بدات تبقى اكثر زي ان احنا نقدر نقول كده بقت اكثر ايه، بقت اكثر تركيز. يعني انا دلوقتي بقيت بركز اكتر. جميل. على على الحاجه اللي بتحصل. يعني ايه؟ يعني حاولوا انهم يحولوا الموضوع من مجرد يعني اي حد شغال في اي حاجه، او مثلا الشخص ده بيعمل المهمه دي او الشخص ده بيعمل المهمه دي، لا، حاولوا يخلوا الامور منضبطه اكتر عشان تبقى اشبه بالحاجات الهندسيه اللي هو والله ايه، ده بيتنفذش، الترس ده ما بيلفش الا لما الترس ده يلف، وهكذا لو الترس ده مش موجود العمليه تقف، وكذلك يعني. طيب في 1980 بقى المايكرو كمبيوترز بدأت تبقى ايه؟ بدأت تبقى ادوات تنظيميه رائجه. يعني خلاص بدأت الناس تستعمل المايكرو كمبيوترز، بدأ يبقى في كمبيوترز موجوده في الشركات والناس بدأت تستعملها. جميل جميل. وطبعا كانوا بيستعملوا فيها بقى، بدأوا يعملوا فيها ابلكيشن زي الكيس تولز، وطبعا كانوا هنا بيستعملوا الفورث جنريشن لانجويج. يعني ايه الكلام ده؟ بدأت تظهر لغات برمجه اكثر حداثه طبعا من الاسمبلي والماشين لانجويج. فبقت بتسهل شويه على المبرمجين انهم يبداوا ايه يعملوا الكمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم بتاعي. بعد كده جم في 1990 قال لك والله خلاص بقى الناس بدات تحول من الفوكس شيفت من السيستم انتجريشن بتاعي. جميل. لفيجوال بروجرامنج انفايرمنت. يعني ايه؟ يعني زمان زي ما احنا عارفين كانت كل حاجه شغاله تيرمينال، فدلوقتي الناس بدأت تحاول إنها تحول التيرمينال ديت أو البرامج اللي بتشتغل بالتيرمينال دي لبرامج بصرية. بدأ يظهر مثلا برامج تشغيل أنظمة تشغيل زي الويندوز. الويندوز دوت والله كانت إيه الحاجة الرائجة أوي اللي عملها في التسعينات اللي غيرت مجرى التاريخ تقريبا، اللي هو والله بدأ يبقى فيه واجهة بصرية للبرامج. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. والداتابيز بقت تتخزن على السيرفرات، يعني ما بقتش الداتابيز مرتبطة بس بالجهاز اللي أنت شغال عليه، لا والله ده بقى في سيرفر بتخزن عليه الداتابيز بتاعتك. جميل جميل. وبدأ يعني يظهر الانتربرايز وايد سيستم والويب يعني، وبدأوا الناس ايه تركز شويه مع النت، وبدأت تشوف النت دوت وازاي اقدر استعمله في حاجه زي كده. لحد ما جه بقى اخر حاجه اللي بدأ استعمالها او تقريبا بقت تستعمل في كل حاجه، طبعا من قبل 2007 بس ظهرت بشكل اساسي في 2007 ان ما بقاش في حاجه انظمه تانية.
جميل. من 2007 لحد دلوقتي مفيش نظام يعلو فوق الويب بيزد سيستم. الويب بيزد سيستم دي ببساطه شديده اللي هو دلوقتي انا بيتكون من ثلاث حاجات او 3 تايرز زي ما هنشوف دلوقتي. اللي هو انا بقى عندي جهاز وفي داتابيز وفي سيرفر بيتعامل مع كل حاجه وبيهندل الدنيا. طيب هنشوف الكلام ده معنى ايه دلوقتي. فاحنا كده نفهم ان في ثلاث انواع. اول حاجه اللي كانت الوان تاير زي 1950، اللي هو والله كان عندي الجهاز بس الجهاز ده عامل عليه برنامج بالاسمبلي لانجوج مثلا. بيعمل لي حاجه معينه، لازم ادخل له داتا يعمل لي حاجه معينه. الداتابيز متخزنه في البرنامج ده في الجهاز ده وكل حاجه في الجهاز ده. مفيش اي شكل تاني لاي انواع اجهزه تانيه مرتبطه بيه، الجهاز ده لوحده بيعمل عمليه محدده بس. بعد كده 1980 قلنا بدأ الناس تستعملوا الايه، بدأوا الناس يستعملوا السيرفرز. جميل جميل. 1990 اسف 1990 بدأت الناس تستعملوا الايه، السيرفرات. 2007 بدأ خلاص بقى يبقى في ويب بيزد سيستمز. طيب فكده معنى حاجه ان احنا عندنا اول حاجه اللي هو الوان تاير اركتكتشر اللي هو اليوزر ديفايس بس. تاني نوع اللي هو التو تاير اركتكتشر اللي هو بقى عندي يوزر ديفايس والبيانات متخزنه في داتابيس سيرفر لوحده منفصل عن اليوزر ديفايس دوت. وتالت حاجه بس طبعا كان لازم يكونوا مرتبطين ببعض سواء بقى بوايرز او بايا يكن. يعني مثلا الشركه ديت فيها داتابيس سيرفر، جميل، سيرفر للداتابيس كل الاجهزه متوصله بالسيرفر ده. تالت نوع بقى اللي هو الثري تايرز اركتكتشر، بقى عندي والله يوزر ديفايس عادي خالص في الشركه، بقى الويب اب سيرفر ودي داتابيس سيرفر. الداتابيس سيرفر دوت ممكن مثلا يكون في امريكا واليوزر ديفايس في مصر. طب بيتوصلوا عن بعض ازاي؟ بيتوصلوا والله بالايه، بالويب سيرفر اللي هو اللي بيوصل اليوزر ديفايس بالايه، بالداتابيس سيرفر. جميل جميل. وقال لك بقى ان المودرن ابروتش بتاع السيستم اناليز اند ديزاين بتاعك بيستعمل دلوقتي بقى في حاجتين اساسيين اللي هم الابلكيشن سوفت وير. ده والله الكمبيوتر سوفت وير، البرامج اللي بتبقى على الكمبيوتر عشان بتساعدك ان انت تحقق ايه الاورجانيزيشنال بروسيس بتاعتك، العمليات اللي انت عايز تنفذها. والسيستم اناليست دوت الشخص المسؤول، تمام، اللي هو بيعمل تحليل وتنظيم للانفورميشن سيستم بتاعتك، اللي هو المسؤول بقى عن كل حاجه، هو اللي بيعمل فعلا اناليسيس وديزاين للايه، للسيستم بتاعك. طيب بعد كده بنتكلم عن الميثودولوجيز والتكنيكس والتولز. طيب ايه الكلام ده بقى؟ قال لك والله ان هو دلوقتي في المودرن ابروتش بيبدا ان هو يتبع السيستم ميثودولوجي ويبدا يطبق التكنيكس ويبدا يستعمل البروبابيلتي. طب ده كله ليه؟ ده كله عشان يتاكد من جوده السيستم بتاعك، جوده السيستم اللي انت بتبنيه، تمام. ويبدا ان هو يقدم بيروفايد ستراكشر تو ذا سيستم ديفلوبمنت بروسيس، يبدا يعني يوفر هيكل كده او شكل للعمليات اللي بتحصل عندي. تمام تمام. بعد كده بيقول لك بقى ايه هو اصلا السيستم ديفلوبمنت ميثودولوجي. بيقول لك والله دي بتبقى ستاندرد بروسيس فولود باي اورجانيزيشن ستيب نيسيسري تو انالايز ديزاين امبلمنت. الكلام ده كله، الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده والله معناه ان دي بتبقى زي ستاندرد بروسيس اللي هو والله زي حاجات عمليات اساسيه انا بستعملها او الاورجنايزيشن بتستعملها علشان تبدا بقى تعمل كل حاجه، سواء بقى هتعمل ديزاين، سواء هتعمل تحليل او انالايز، سواء هتعمل امبلمنتيشن، سواء هتعمل مينتين انفورميشن سيستم بتاعي. طبعا هنعرف دلوقتي ليه الانالايز والديزاين والامبلمنت والمينتين، وهنبدا دلوقتي نتعرف على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. جميل جميل. فقال لك والله السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل دوت الحاجات اللي السيستم بيعدي عليها من اول ما انا بقرر ان انا هعمل سيستم لحد الخطوه اللي ببدا اقرر فيها خلاص ان السيستم ده شغال وزي الفل وهعتمد عليه بصوره كليه. جميل جميل. طيب قال لك اول حاجه والله قال لك عليها ايه؟ قال لك والله اول حاجه انا عندي البلاننج. جميل. طبعا ده تعريفهم، هنبدا بس نتعرف بالرسومات. طبعا ايه هتلاقوا تحت يعني نفس الكلام اللي في الرسومات بالظبط، بس لو انت عايز تختصر وتقراه من السلايدز هتلاقيه مكتوب هنا. جميل جميل. طبعا السلايدز زي ما متعودين بتلاقيها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب قال لك اول حاجه والله البلاننج دي بتعمل ايه؟ قال لك والله البلاننج دي ببدا اعمل فيها ايدنتيفاي وانالايز للحاجات اللي انا الانفورميشن سيستم بتاعتي عايز اعملها. يعني انا ابدا اقول والله ايه الانفورميشن سيستم بتاعي عايزني اعمل 1 2 3. انا مثلا بعمل انفورميشن سيستم محل نجاره، فانا عارف والله ان الانفورميشن سيستم بتاعي دوت محتاج مني ان انا ايه، ان انا اعرف مين هبيع ايه وهشتري ايه وبكام وكذا. ببدا بس اخطط الانفورميشن سيستم ده محتاج مني ايه. تاني حاجه الاناليز بقى، ببدا احدد وادرس كل حاجه بوجه الدقه. يعني انا دلوقتي انا محدد ان انا هشتري وهبيع، طب هشتري ايه، هبيع ايه، اليوزرز مين هيعمل ايه كده. يعني ابدا بقى الاناليسيس ان انا ابدا احدد كل حاجه هتتعمل ازاي. ومش بس كده، ابدا احط افكار رئيسيه كده هنفذ الكلام ده ازاي، عشان اجي بعد كده في مرحله الديزاين احول الافكار اللي انا كنت عايزها او الحلول اللي انا كنت متوقعها ابدا احولها لشكل عملي بقى. طيب الموضوع الخطوه دي بتتنفذ تتقسم لحاجتين. اول حاجه اللوجيكال ديزاين،
انا ابدا اشوف الفانكشن فيوتشرز ديسكرايب ايدنتيتي اوف كمبيوتر بلاتفورم. يعني ايه الكلام دوت؟ اللوجيكال ديزاين والله ببدا اصمم كل حاجه على الكمبيوتر، ببدا اعمل الفانكشنز بتاعتي اللي هتتنفذ، واقول والله ايه ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا. بس هل ببدا اعمل اي حاجه فيزيكال؟ لا، انا بنفذ بس ايه على الكمبيوتر، ببدا اعمل رسومات وحاجات توضيحيه بس. بعد كده عشان بعد كده اجي عند الفيزيكال ديزاين ابدا بقى ايه انفذ الكلام اللي انا حددته في اللوجيكال ديزاين لحاجات تكنولوجيز. يعني مثلا اقول ايه، انا والله قلت في اللوجيكال ديزاين ان انا هعمل آه هعمل مثلا ايه، هعمل والله حاجه تحول لي ال الاوردر مثلا لشيبنج نوت، تمام، او السيلز اوردر لشيبنج نوت. فابدا بقى في الفيزيكال ديزاين اقول هبدا احدد الكلام ده ازاي. جميل. ابدا بقى اقول بالتفصيل بامور تكنولوجيه في النص، هبدا استعمل ايه في التكنولوجيز عشان ابدا ايه احول ده لده، عشان نيجي بعد كده في مرحله الامبلمنتيشن ان انا ابدا بقى اعمل الكود اللي بيبدا يعمل لي ده. ابدا اعمل كود وتيست وانستول والسبورت الانفورميشن سيستم، ابدا اعمل الكود واسطبه واجربه واتاكد ان هو شغال، عشان اجي بعد كده في اخر مرحله عندي وهي المينتيننس اتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. وابدا بقى اشوف ايه التطورات. والله السيستم مثلا بعد فتره عايز يتعمل له ابديت عشان عايز ازود حاجه، والله السيستم مثلا لقيت حصلت مشكله على الامد الطويل فابدا اغيرها، وهكذا. المينتيننس دي ايه مرحله ايه مستمره معايا. طبعا بعد المينتيننس انا لو عايز ازود حاجه هبدا اعمل لها بلاننج واناليز وديزاين وامبلمنتيشن، وبعد كده اعمل مينتيننس تاني لو عايز ازود حاجه تاني، وهكذا. ده طبعا ايه تفصيل برضو كل الكلام اللي فوق. هنا بيقول لك كل مرحله بنعمل فيها ايه بالظبط. تمام. فعندي كان الطريقه اللي بنفذ بيها الكلام اللي فوق، طريقه عندي اسمها تراديشنال ووتر فيل ابروتش. طيب الابروتش ده شغال ازاي؟ اللي هو زي الووتر فول، اللي هو حاجه بتسلم حاجه بتسلم حاجه بتسلم حاجه. البلاننج بيسلم الاناليزز، بيسلم اللوجيكال ديزاين، بيسلم الفيزيكال ديزاين، بيسلم الامبلمنتيشن، بيسلم المينتيننس، زي نفس الخطوات اللي كانت فوق بالظبط. بس الاناليسيز مثلا مش هينفع يتعمل الا لما اعمل البلاننج، وده منطقي. طيب ده كان فيه شويه عيوب. ايه العيوب بقى اللي كانت عندي؟ والله كان من اهم العيوب ان انا دلوقتي عندي متطلبات النظام او السيستم ريكويرمنتس عندي لوكد ان. يعني انا تمام حددت المتطلبات وبدات انفذ، ما اقدرش ارجع تاني اغير الحاجات اللي انا عايزها. يعني انا دلوقتي حددت قلت لك والله عايزك تعمل 1 2 3 وانت بدات تنفذ، هل ممكن بعد ما انفذ اقول لك لا والله انا هغيرهم؟ طب معنى كده ان انا ههد كل اللي انا عملته وهبدا من الصفر تاني. طيب تاني عيب كان عندي اللي هو ليميتد يوزر انفولفمنت. اللي هو الكلام ده معناه ايه؟ هو بيقول لك والله ان مش اي حد يقدر يوصل للسيستم بتاعي، كان بيبقى فيه ليميتد يوزرز بس اللي يقدروا يوصلوا لايه للسيستم بتاعي. طيب تالت حاجه عندي تو ماتش فوكس على الديدلاينز. يعني ايه؟ يعني كان بيبقى فيه تركيز كبير قوي على المواعيد النهائيه لكل مرحله، انا اشوف هخلص المرحله دي امتى عشان المرحله دي تخلص ابدا وراها المرحله اللي بعدها، وهكذا. كان برضو الاس دي ال سي او السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل كان في مشكله فيها، اللي هي ايه؟ ان هي كنت بسجل حاجات كتيره جدا، كان بقى فيه تو ماتش بروسيس ودوكيومنتيشنز. اتخيل انا كل مرحله هبدا اخزنها، كل مرحله هبدا اخزن انا عملت ايه فيها ايه في التفصيل. فده معناه كميه داتا كتيره جدا وكميه دوكيومنتيشنز كتيره جدا. جميل. يعني أنا دلوقتي مثلا هنا عامل ديزاين لوجيكال ديزاين، وعملت فيزيكال ديزاين، وعملت قبلها اناليسيز وبلاننج. ده ما كل ده بيعملوا بنيلنج لنفس الحاجه، او ده كله ديزاين لنفس الشيء اللي انا هعمل له امبلمنتيشن بعد كده. عشان يحلوا المشكله دي عملوا لك والله ايه شويه ايه ابروتشز كده جديده علشان تبدا ايه تشتغل بيها. اول حاجه عندك اللي هو البروتوتايبنج. قال لك والله البروتوتايبنج دوت عباره عن ايه؟ عباره عن بيبقى زي نموذج اولي، جميل، بتعمله والسيستم بتاعك بيشتغل عليه، او بتبدا تنافس السيستم بتاعك على النموذج الاولي بتاعك. جميل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني والله دلوقتي انا دلوقتي بدات انفذ السيستم بتاعي، فبدل ما بمشي على كل الخطوات اللي فاتت ديت وابدا اعمل بقى كل حاجه، لا انا ببدا اعمل ان انا آه، اعمل بروتوتايبنج اللي هو نموذج اولي كده بس هبدا اشتغل عليه. البروتوتايبنج ده بيكون فيه الريكويرمنت بتاعتي، جميل، المتطلبات اللي انا عايزها، تمام، وابدا احولها لنظام شغال، وابدا احول بقى الايه البروتوتايبنج ده ابدا انفذه عشان يبدا يشتغل ايه آه، آه، يعني ابدا احوله لنظام شغال او فاينل سيستم. بيقول لك انا البروتوتايب كان سيرف از ذا بيسز فور ذا فاينل سيستم، هو الاساس اللي ببدا ابني عليه السيستم. جميل جميل. ده مثال مثلا البروتوتايبنج عندي. جميل. فابدا مثلا انا دلوقتي هبدا اول حاجه اعمل ايه؟ ايدنتيفاي البروبلم، هبدا اشوف والله انا عايز انفذ ايه. جميل. وبعد كده ابدا اعمل ايه؟
ابدا اكريت البروتوتايب او اعمل ديفلوب للبروتوتايب اللي هبدا انفذه، واعمل له امبلمنتيشن، وابدا ان انا ايه اعرضه وخلاص ويتنفذ ويشتغل تمام. طيب انا دلوقتي عايز اضيف اي حاجه، هل هبدا ارجع لكل الخطوات دي تاني؟ لا خلاص، هبدا ان انا دلوقتي اضيف الطلب الجديد، ابدا انفذه واضيفه على الحاجات القديمه، مش هبدا اعمل كل حاجه من الصفر، لا انا هضيف الطلب الجديد بتاعي على ايه، على الحاجات القديمه اللي عندي، وابدا هنا خلاص اعمل نيكست فيرجن، النيكست فيرجن دي اعمل لها امبلمنتيشن، وابدا اعمل الامبلمنتيشن دي ايه اسطبه عندي على اعمل له كونفرت للاوبريشنال ايه سيستم. جميل جميل. ده هنا دلوقتي طبعا اكزامبل للبروتوتايبنج عندي، لو عايز تقراه يعني كل حاجه زي ما قلنا موجوده في السلايدز، بيبدا يوضح لك خطوه خطوه اللي بيحصله كمثال بمثال عملي. تاني حاجه عندي هي الكيس تولز. الكيس تولز دي والله قال لك هي عباره عن ايه، قال لك والله هي عباره عن شويه تولز عندك على الكمبيوتر. احنا دلوقتي قلنا احنا الكمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم، وكل شغلنا على كمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم. طب ما اشغل الكمبيوتر ده عشان يساعدني، هشغله يساعدني ازاي؟ قال لك والله مثلا ممكن اعمل دياجرامنج تولز. ده برنامج والله مثلا ايه، بتبدا ان انت تدخل له الداتا عندك والانفورميشن، ويبدا يعمل لها دياجرامز ويعمل لها ايه، زي ما بنقول كده اشكال توضحها او دياجرامز توضحها. طيب بيبدا برضو يعمل كمبيوتر ديسبلاي اند ريبورتس جنريتور. يعني ايه؟ يعني بيبدا يعرض لي يبدا الكمبيوتر ده بيعرض لي كل حاجه، ومش بس كده، يعمل ريبورت جنريتور بيعمل اوتوماتيكلي ريبورت بيوصف كل حاجه حصلت. يعني الريبورت دوت بيبقى عباره زي مقاله او كده او مقال، بيبدا يوضح كل حاجه حصلت. تمام تمام. ويبدا يعمل اناليسيس تولز برضه الكمبيوتر اوتوماتيكلي. الاناليسيس تولز دي بتعمل ايه؟ والله الاناليسيس تولز ديت بتبدا تاخد الريبورتس بقى دايجرامز فورمز، وتبدا تحللها، تبدا تشوف الحاجات المهمه اللي فيها، تبدا تعمل اناليسيس تحلل. هو كل حاجه من اسمها بنعرف هي بتعمل ايه. جميل جميل. مش بس كده، ده كمان بيقدر يعمل سنتر ريبوزيتوري. طب ده بيعمل ايه؟ بيقول لك والله ان هو بيبدا ان هو يخزن ستورج اوف diagrams ريبورتس اند بروجكت مانجمنت سبيسيفايد. يعني ايه؟ يعني بيبدا ان هو يخزن كل حاجه بقى، من اول الدياجرامز والريبورتس اللي بتطلع لي والبروجكت مانجمنت، وكل يعني كل حاجه بتبدا متخزنه ايه في في الكمبيوتر عندي. بيبدا يعمل برضه دوكيومنتيشن جنريتورز. يعني ايه؟ يعني يبدا يعمل دوكيومنتيشن كده اوتوماتيكلي برضه يوضح كل حاجه اتنفذت في السوفت وير بتاعي. والله انا نفذت ده وبعد كده نفذت ده. يبدا يعمل مثلا والله زي ما بنقول كده روشتة، اللي هو مثلا بنفتح اي علاج بتلاقي فيه كده ورقه بتوصف لك، او تشتري اي جهاز جديد بتلاقي ورقه توصف لك انت هتشغله ازاي. فنفس الفكره بالظبط، الدوكيومنتيشن دي بتعمل ايه؟ بتوصف لك والله السيستم بتاعك شغال ازاي، وانت لو عايز تشغله ازاي وتستعمله ازاي. كود جنريتور. الكود جنريتور دي اللي هي ايه؟ كود جنريتور والله بيعمل اوتوماتيك جنريشن اوف بروجرامز. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ببدا انا دلوقتي اقول له متطلبات السيستم بتاعي، ويبدا هو يعمل جنريت للكود لوحده، زي ما بنشوف دلوقتي الشات بوتس الكتير قوي اللي تكتب لها مثلا الحاجه اللي انت عايز تعملها ككودنج، ويبدا هي يحول لك الكلام بتاعك ككود. جميل جميل. طبعا تحت دوت كل الكلام ده بيوصف الحاجات اللي فوق بالتفصيل يعني. جميل. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك والله عندك حاجه اسمها جوينت ابلكيشن ديزاين. ايه جوينت ابلكيشن ديزاين دوت؟ بيبدا ان هو يجمع، هي ستراكشر بيبدا ان هو يجمع اليوزرز والمانجر والاناليسيس ورك توجذر. جميل. يعني بيبدا ان هو يجمعهم، يعمل زي ايه، زي مكان كده يجمع فيه كل الناس ديت. جميل. عشان يبداوا يعملوا ميتنج، يبداوا يحددوا السيستم ريكويرمنتس بتاعتي، ويبداوا ينفذوا السيستم، ويبداوا يعملوا كل حاجه، بس بيكونوا متجمعين مع بعض. طيب عشان يحسنوا الموضوع دوت، طبعا مش منطقي ان انا اجمع كل الناس في مكان واحد، فعملوا حاجه تانية اسمها ايه؟ رابيد ابلكيشن ديفلوبمنت. رابيد ابلكيشن دوت قال لك ايه، او اختصاره ار اي دي. بيقول لك والله هو سيستم ديفلوبمنت ميثودولوجي كرييتد تو ديكريز ذا تايم. يعني انا دلوقتي اكيد مش هجمع كل الناس في مكان واحد ومتوقع ان انا اوصل للحاجه في اسرع وقت. فعشان كده عملوا الايه، الراد دوت. الراد ده كل مهمته ان هو ايه، هو برضو بيتيح لكل الناس دي انها تشتغل مع بعض. جميل. بس بصوره اسرع، بصوره سلسه اكتر. جميل جميل. يعني زي ما بيقولوا كده يعني بيختصر عليا الحاجات دلوقتي انا خلاص اتطرقت لها، يبقى خلاص، وابدا اقدر استعمل فيه الكيس تولز والكود جنريتور، اقدر استعمل فيه كل التولز اللي فاتت، عكس الجاد او الجي اي دي. جميل جميل. ده طبعا شكل بيوضح الار اي دي بيشتغل ازاي. جميل جميل جميل. بعد كده عندي الايجل ميثودولوجي. الايجل ميثودولوجي دي هي عباره عن ايه؟ قال لك والله الايجل ميثودولوجي ديت هي عباره عن ان انا يبقى فيها على طول تفاعل، او يبقى فيها على طول صله ما بين الناس اللي بتطور السيستم بتاعي والعملاء والكاستمرز بتوعي. يعني يكون في على طول
السيستم اناليست عندي يكون عارف كل حاجه اليوزر عايزها، يكون عارف اليوزر ريكويرمنت، يكون عارف اليوزر والله بيقابله مشكله فين، يكون عارف كل حاجه. فبالتالي لو عايز اي حاجه تتغير هيبدا ايه ان هو خلاص يغيرها. برضو الايجل ميثودولوجي ديت بتركز قوي على الاشخاص. يعني ايه الكلام الجميل دوت؟ يعني الايجل ميثودولوجي ديت بتبقى مركزه عكس التراديشنال سيستم. جميل. هم بيركزوا الناس السيستم العادي بيركز على البروسيس اكتر من الشخص، لا الايجل ميثودولوجي لا، هي بتركز على الشخص اكتر من البروسيس اللي هتحصل. جميل جميل. اخر حاجه عندي هي الاكستريم بروجرامنج. بيقول لك الاكستريم بروجرامنج ديت انا مثلا دلوقتي عندي شخصين اتنين مبرمجين شغالين في نفس البروجكت. فالاكستريم بروجرامنج ديت هي طريقه بتتيح للاكتر من حد ان هم يبداوا يشتغلوا على البروجكت، يشتغلوا على الكود في نفس الوقت، يعملوا تيست للكود في نفس الوقت. جميل. عشان يوصلوا لاحسن نتيجه ممكنه، بدل ما انا اعمل كود لوحدي وزميلي يعمل كود لوحده، لا احنا بنشتغل على كل حاجه سوا، عارفين كل حاجه سوا. نبدا ايه في اوتوميتد تيستس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بيبدا يشوف كل حاجه يتستها اول ما تحصل عشان يتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. جميل. وطبعا ده بيعمل بيقلل كتير جدا من الديفلوبمنت سايكل. جميل جميل. طبعا بيقول لك هنا الحاجات اللي موجوده في الاكستريم بروجرامنج. يعني مثلا بيقول لك كودنج اند تيستنج دي بارت من البروسيس بتاعت الاكستريم بروجرامنج. يعني انا دلوقتي التو بيرسونز الاثنين المبرمجين اكيد بيكودوا وبيعملوا تيستنج. يعني كل واحد بيبدا يكود الكود بتاعه او يكتب الكود بتاعه وبعد كده يبدا يعملوا تيستنج عشان يتاكد ان الكود بتاعه شغال وكل الكلام الجميل ده. اخر حاجه عندي هو الاوبجكت اورينتد سيستم اناليسيس اند ديزاين. طيب الاوبجكت اورينتد سيستم اناليسيس اند ديزاين ده بيشتغل ازاي؟ قال لك والله ان الاوبجكت اورينتد ده سيستم اناليسيس اند ديزاين زي ما واضح من اسمه، هو اوبجكت اورينتد يعني بيعتمد على الكائنات، بيعتبر كل حاجه ككائن. طب الكلام ده هيفيدني في ايه؟ الكلام ده هيفيدني والله ان انا مثلا دلوقتي انا عندي اوبجكت والله وليكن عن العنصر اكس، جيت بعد كده اتعاملت على العنصر واي. طيب هل انا من المنطقي ان انا اعيد كل العمليات اللي عملتها على عنصر اكس على عنصر واي، مع ان الاثنين بيشتركوا في نفس الخصائص؟ يعني الاثنين مثلا بيتباعوا، او الاثنين منتجات، ده غساله مثلا ودي ثلاجه. بعرض الغساله، طب ما انا كده كده هعرض الثلاجه برضه. في عمليه مخصصه ان انا مثلا لما حد يجي يشتري الثلاجه يخش يتفرج عليها ويبدا يحدد ان هي دي تمام اللي عايز يشتريها، ويبدا طريقه الدفع. طب ما انا هعمل نفس الخطوات دي في الغساله. فهل منطقي ان انا اقعد اكرر كل حاجه؟ قال لك لا، انت هنا بتبدا تعمل اوبجكت اورينتد سيستم اللي هو بيبدا ياخد الاوبجكتس اللي خصائصها شبه بعضها يبدا ينفذ عليها كل حاجه. ايه يعني انا خلاص طبقت حاجه على الغساله، طريقه دفع على الغساله هيطبقها هو كمان على الثلاجه، هيطبقها هو كمان على البوتاجاز، هيطبقها على كل حاجه موجوده عندي على السيستم، موجوده عندي على نظام البيع اللي انا عامله. جميل جميل. هنا طبعا بيقول لك ان هو هنا الاوبجكت اورينتد بتبقى بيزد ان اوبجكت، تمام، مش بتعتمد على الداتا او على البروسيس او كده، لا هو بتعتمد على اوبجكت، بتعمل كل حاجه على اوبجكت. وده بيفيدني ان انا بعد كده اعمل اوبجكت كلاس مثلا، ده بيكون لوجيكال جروبنج اوف اوبجكتس. يعني ده بيكون فيه شويه اوبجكتس بتشترك مع بعض في نفس الصفات. فانا ابدا دلوقتي لو انا نفذت حاجه على كلاس منهم ابدا اعمل لها انهيرتنس لايه اللي باقي الكلاسز. جميل جميل. ده هنا طبعا بيقول لك الموارد الريسورسز او التايم بتستعملهم ازاي في كل مرحله من المراحل بتاعتي بتاعه في كل مرحله من مراحل الاوبجكت اورينتد سيستم اناليسيس اند ديزاين. جميل. اول مرحله عندي مثلا هي الانسبكشن، اللي هو انا ببدا خلاص البروجكت بتاعي، ببدا اشوف احدد الاهداف والحاجات اللي انا عايزها والمخاطر اللي ممكن تقابلني. تاني مرحله اللي هي الالوبريشن، او زي ما بنوضح هي قريبه جدا للديزاين مثلا لو هتقول بالاسامي العاديه او الحاجات اللي احنا متعودين عليها. وهي في المرحله ديت ببدا ان انا افصل كل حاجه انا محتاج فيها ايه، احلل المتطلبات اللي انا عايزها، ابدا اعمل التصميم اللي هبدا انفذه. جميل. تالت حاجه عندي وهي الكونستراكشن، او تمام. والكونستراكشن هنا ببدا، دي مرحله بقى خلاص، دي زي ما بنقول كده الامبلمنتيشن. هنا بقى خلاص هبدا اعمل ابني النظام بتاعي وابدا اختبره، اعمل له تيست، اعمل له كودنج، واتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. مرحله الترانزيشن ديت اخر مرحله عندي، واللي هي المرحله اللي ببدا بقى خلاص انا دلوقتي خلاص عملت النظام بتاعي، ابدا اتشير النظام دوت مع الناس اللي شغاله في السيستم، ابدا اعودهم ازاي يشتغلوا عليه، ابدا اخليهم يشتغلوا عليه، وابدا انفذ بيه البرامج او الفانكشنز المسؤوله مني. جميل جميل. لحد ما نكون خلصنا الفيديو بتاعنا يا باشمهندسين. نتقابل ان شاء الله الفيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.